أنا عندي اعتراف، أنا شخص قلق جدًا، شخص بيقلق من كل حاجة وبيفكّر في كل حاجة، والتفكير ساعات بيكون حلو بس مش دايمًا، لمّا يكون زيادة عن اللزوم مش بيكون حلو، لإن ببساطة باحس إن أنا شخص محبوس جوّه دماغه، جوّه أفكار كبيرة جدًا، سواء أفكار إيجابية أو سلبية، بحر هائل من الأفكار مش بيخلّيني أقدر أتنفّس، مش بيخلّيني أقدر أعيش اللحظة ولا حتى بيساعدني إن أنا آخُد خطوة لقدّام. فعندي طريقتين بيساعدوني شوية إن أنا أفصل دماغي وما أقلقش على مستقبلي. أول طريقة هي الكتابة، الكتابة بالنسبة لي هي العصاية السحرية اللي بتدخل تضبط لي كل حاجة حرفيًا في دماغي، تحط الأفكار المهمة في الأماكن اللي المفروض تكون موجودة فيها والأفكار السلبية نرميها في الزبالة. باحس إن أنا مع الكتابة باقدر أعبّر عن أفكار في العادي مش باقدر أعبّر عنها، وباطلّع من جوايا مشاعر سلبية، إيجابية، في العادي برضه مش باقدر أعبّر عنها. باحس إن أنا مترتبة كده، كمان باحس إن مع الكتابة إن أنا شخص تاني بيحكم على الأفكار دي، ويقدر يحدد إذا كانت هي سلبية والّا إيجابية أقدر أستغلها والّا أهرب منها. باحس إن الكتابة بتدّيني نوع من أنواع الفراغ والهدوء، بس الفراغ الصحي اللي في العادي دماغي مش بيديه لي. تاني حاجة التسليم، إن أنا أسلّم أموري لربنا، والتسليم هنا مش بس من منظور ديني إن أنا لازم أسلّم أموري لربنا، قد ما التسليم بالنسبة لي فكرته إن أنا باحاول أقنع عقلي إن مش لازم كل الأمور تكون تحت سيطرتك أنت، لإن أنت مش هتقدر تضبط كل الأمور، ومش لازم تقلق على مستقبلي، بالعكس ده في قوة أكبر مني بكتير هي المتحكمة في مستقبلي. زي ما أنا مثلًا كنت قلقانة على الماضي اللي كان في يوم من الأيام مستقبل وكنت خايفة منه، ربنا عمره ما سابني فيه لوحدي، فبالتالي المستقبل اللي جاي ربنا عمره ما هيسيبني فيه لوحدي. فلو أنا عندي وظيفة معينة مثلًا خايفة أخسرها عشان هي مصدر دخلي، أو لو أنا عندي علاقة معينة خايفة أخسرها عشان هاكون لوحدي، فحتى لو خسرت كل العلاقات دي أو كل الحاجات دي، ربنا عمره ما هيسيبني لوحدي، بالعكس كل مرة كان بيقف جنبي، وكل مرة كان بيديني حاجات أكتر من اللي أنا أستحقها بكتير، فلازم أسلم أموري لربنا.